يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. النهارده انا جاي اكلمك عن حاجه بتحبها، مش بتحبها بس، ده انت بتعشقها. انت لسه هتفكر كتير، الكوره طبعا. وبخصوص الكوره بقى، ففي حدثين ترند حصلوا في الفتره الاخيره واحنا كمصريين بنتكلم عليهم. الحدث الاول وهو فريد من نوعه في التاريخ، فريقين يحتفلوا بفوزهم بالدوري، النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ده يقول انا اللي كسبت الدوري، والتاني يرد عليه يقول له لا انا اللي كسبت ومحدش فاهم اي حاجه خالص. والحدث الثاني هو فوز ابننا محمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي لتاني مرة في مسيرته مع نادي ليفربول، وحصوله على لقب أحسن لاعب وهداف الدوري الإنجليزي. وقد إيه هو عمل أرقام صعب أي لاعب عربي يكررها من تاني في دوري هو الأصعب في العالم. بس لو ركزت معايا دقيقة كده هنلاقي إن دي أحداث مش هتغير العالم، يعني اصله عادي. الدوري المصري مليان خيال علمي وفكاهه كل سنه، مش جديد عليه يعني. والانجاز اللي عمله صلاح هيجي يوم من الايام وحد تاني يكرره. بس عارف ايه العامل المشترك ما بين الكلام ده كله؟ الرياضه نفسها. الكوره دلوقتي هي اكتر لعبه شعبيه في العالم، وفي ملايين بيتابعوها وبتشد انتباههم. وده يودينا لسؤال مهم، ليه الكورة هي أكتر لعبة شعبية في العالم؟ وليه إحنا كبشر بنختار أندية بعينها نشجعها لدرجة التعصب؟ مع إن لو فكرت فيها هتلاقي إن فرجتك على الكورة أو تشجيعك لنادي معين مش راجع عليك بفايدة، ده بالعكس أنت اللي بتفيدهم. علشان نعرف سر حب الناس في الكورة، خلينا الأول نعرف بسرعة اللعبة دي ظهرت إمتى وإزاي. حسب ما تم ذكره في الفيفا، فأول ناس لعبوا الكورة في العالم كانوا الصينيين، وكان تقريبا في القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت بتتلعب عندهم تحت اسم تسوجو. وبعدها في اليابان ظهرت لعبة قريبة ليها وكانوا برضو بيستخدموا فيها الكورة، وكان اسمها كيماري. وبعد كده تظهر حاجات قريبة ليها في الحضارة اليونانية، وتروح الكورة من روما لبريطانيا مع الزمن. ولما وصلت اللعبة لبريطانيا في القرن ال 12 كانت بتتمارس بشكل غريب جدا، اعداد كبيره من الناس في الفريق الواحد، وبيلعبوا بايديهم ورجليهم وعنف وضرب. وكانت بتتلعب في اي مكان عام مش مكان محدد، تحس انك قاعد بتتفرج على مصارعه مش كوره ابدا، حاجه كده زي رياضه الرجبي. بس بالرغم من كده كانت لعبه شعبيه ومحبوبه، والناس في الكوره والمدن بيشاركوا ويتنافسوا فيها. بس ده بقى كان بيسبب مشاكل للحكومه والبلديات، وده علشان الهمجيه اللي في اللعبه، وطبعا الخسائر اللي بتتسبب فيها. وعلشان كده تم حظر اللعبه لفترة طويلة من الزمن بأمر من الملك إدوارد الثالث. ومش بس كده، ده في بلاد تانية زي فرنسا واسكتلندا تم حظر اللعبة دي برضه. ده حتى الكنيسة وقتها في أوروبا حرمت اللعبة دي من كتر عنفها. وفي سنة 1835 رجعت كرة القدم من تاني بعد ما تم رفع الحظر من عليها، لكن كانت بتتلعب بشكل غير رسمي في المدارس العامة. ومع الوقت بدأ الموضوع يتطور واحدة واحدة، وظهرت أندية مخصوص لكرة القدم، واللي كان أولهم نادي شيفيلد اف سي، واللي تأسس سنة 1857. وبعدها في سنة 1863 اتشكلت أول مؤسسة رسمية للعبة، وهي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. طبعا كلنا بنحب الكوره وليالي الابطال والكوره احلى من الموناليزا وكل الاشعار دي، بس ايه سر العلاقه الغريبه دي ما بين البشر وحته كوره جلد؟ الدكتور احمد عكاشه استاذ الطب النفسي في كليه الطب جامعه عين شمس ورئيس الجمعيه المصريه للطب النفسي اتسال عن سر حب الناس في الكوره. قال ان كره القدم دي فيها حاجه اسمها الحوكمه الرشيده. ايه يا عم الحكومه الرشيده دي؟ الحوكمه الرشيده. الحوكمه الرشيده دي بتيجي لما يتوفر معانا 3 حاجات: الشفافيه والمساءله وتبادل السلطه. برضه حاسك تهت مني وفاكر اني بتكلم في السياسه. بص يا سيدي، ببساطه الشفافيه في كره القدم تعتبر شيء اساسي، لان كل حاجه فيها لازم تكون واضحه وباينه قدام الجمهور. مثلا لعيبه كل فرقه وطاقم الحكام لازم يلتزموا بلبس معين مختلف عن التاني، والكره نفسها لازم تكون بشكل وبابعاد معينه، ونفس الكلام على ابعاد المرمى والملعب. وده كله لازم يكون واضح لكل عناصر اللعبه، سواء الفرقتين او الجماهير او حتى المشاهدين اللي بيتفرجوا من التلفزيون. ده غير ان قوانين اللعبه واضحه وصريحه، ولازم تتنفذ على الكل عن طريق الحكم اللي في الملعب. تاني حاجه هي المساءله، ودي حاجه بتدي للعبه خصوصيه واهميه عاليه جدا. كل حد من عناصر اللعبه عارف انه متشاف وفي مساءله فوريه، ولو غلط في حاجه هيطبق عليه الحكم قدام الاف من الناس اللي بتتفرج. وهنا الحكم مش بيفرق ما بين لاعب حريف مش حريف او مشهور ولا لا، كله هيتحاسب. طبعا الكلام ده ما عداش على التحكيم المصري.
نيجي بقى لتبادل السلطه. الحكم بسلطته على المباراه يقدر يخرج اي حد من الفريق بره، سواء بقى لعيب، مدير فني، اداري، او حتى حد من مسؤولين النادي. فهنا ما حدش عنده سلطه معينه يقدر يوقف بيها قرار الحكم. باختصار لا صوت يعلو فوق صوت الحكم. فلما تيجي تبص للملعب وقت ما يكون الماتش شغال تحس انك قاعد بتتفرج على حاجه اشبه باليوتوبيا، مكان مثالي ماشي بنظام معين وفيه الاحكام بتطبق بشكل صح، وبتكون مندمج مع المجتمع اللي مليان اثاره وحماس، وبتنسى من خلاله مشاكلك بره الكوره. دلوقتي احنا عرفنا ليه بنحب الكوره. نيجي بقى نسأل السؤال الأهم، ليه انت بتختار أندية بعينها علشان تشجعها؟ حسب نظرية الهوية الاجتماعية لهنري تاكفيل، فالإنسان الطبيعي بيحاول يعزز وجوده في الحياة ويدي لنفسه مكانة عن طريق انتمائه لحاجة معينة، زي دولة مثلا أو حزب معين أو نادي كرة قدم. ده حتى لو جيت بصيت على الأندية هتلاقي إن في أندية اتسمت على اسم مدن زي مانشستر يونايتد، ليفربول، مدريد، بلدية المحلة وغيرهم. الانتماء ده بقى بينمي جواك موضوع التعرف على نفسك ضمن الناس دول، يعني باختصار تبقى واحد منهم وليك نفس تفكيرهم وتوجيهاتهم. وكمان بتخلق جواك روح التنافس والندية مع المجموعات التانية، لأن ببساطة احنا كبشر محتاجين يكون في تنافس دايما، وإلا الحياة هتكون مملة. ولما تلاقي نفسك وسط مجموعة عليها نفس أفكارك وبتحب نفس الحاجات اللي انت بتحبها بتخلق جواك حس الانتماء، وبتتحول مع الوقت لشخص عنده مشاعر حب لحاجه معينه، لشخص واخد الحاجه المعينه دي كمرجع ليه وبيعلن انتمائه وتحيزه ليها. ومش لازم تكون من مكان او بلد معين علشان تشجع الفريق ده، لا انت عادي ممكن تحب لعيب معين بيلعب في فريق معين، فمع الوقت تلاقي نفسك خلاص بقيت تشجع الفريق ده، او تشجع فريق عشان بيكسب بطولات كتير، او تشجع فريق علشان ظاهر بشخصيه الاندر دوج وانت شايفه مظلوم من المنظومه، او انه عمل مجهود كبير وفي الاخر ما كسبش. زي ما نادي ليفربول خسر الدوري بفرق نقطة لصالح مانشستر سيتي في موسم 2018-2019، واتكررت تاني في موسم 2021-22. باختصار مفيش أكتر من الكورة، اللعبة اللي مليانة إثارة وأحداث مش متوقعة وبيشجعها ملايين من الناس، اللعبة اللي قادرة تشدك ساعتين وتخليك قاعد بتتفرج بكل حماس لآخر ثانية، أو تنسيك تعب أسبوع كامل في حجز مدته ساعتين بس مع أصحابك. وبس كده. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا في الكومنتات أنت من رأيك مين اللي كسب الدوري المصري السنة دي. وعلى فكرة كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جاية. سلام.